السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منورين مشرفين. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج العقرب، قراءة من سلسلة بعنوان عاطفة للمنفصلين. قراءتك إن شاء الله هتكون بتاريخ 17/3/2026. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله وهذا توقعات وليس إلا. متنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو باشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العقرب. نسمي بسم الله ونشوف طاقتك اليوم يا برج العقرب، لأن الدنيا من بعد ما كانت مظبوطة اتلخفنت شوية، حصل شوية لخفنة. ممكن يكون توتر، ممكن يكون تفكير زيادة عن اللزوم، ممكن يكون أرق تعب. في نهاية القراءة إن شاء الله هناخد رسالة من الشخص ده، رسالة عاطفية، ونشوف عايز يقولك إيه، وسيبها على الله أصحاب برج العقرب. ونسمي بسم الله ونشوف طاقتك اليوم. الشخص اللي احنا بنتكلم عنه هنشوف طاقته، طاقة الحبيب بتاعك يا برج العقرب. الشخص اللي حصل بينك وبينه انفصال، واضح انه حاليا عايش في مرحلة فيها تفكير اعمق بكتير من اللي ممكن يظهر للناس. الشخص ده ممكن من بره يكون باين انه مكمل حياته عادي او مركز في شغله او يومه، لكن في الحقيقة ان في جواه مساحة كبيرة لسه فيها ذكريات مرتبطة بيك انت وبالعلاقة اللي كانت بينكم. الطاقة بتوضح ان بعد الانفصال الشخص ده حاول في البداية انه يقنع نفسه ان الموضوع انتهى، وان كل واحد راح لحاله ولازم يكمل طريقه. لكن مع الوقت اكتشف وبدأ يحس ان في حاجات لسه ما اتقفلتش جواه هو. يعني ممكن يكون في مواقف بسيطة جدا بتظهر بتفكروا بيك، او اماكن كنتوا بتروحوها سوا، او حتى كلمات معينة بتعدي عليه فبتخليه يرجع يفكر في الماضي. كمان واضح ان الشخص ده يا برج العقرب عايش نوع من الصراع الداخلي. في جزء منه بيحاول يكون قوي ويظهر قدام الناس او نفسه انه تجاوز الموضوع، لكن في جزء تاني لسه حاسس ان العلاقة كان فيها حاجة مميزة وصعب تتنسي بسهولة. الصراع ده بيخليه ساعات يبقى متردد في أفكاره، مرة يحس إنه لازم يسيب كل حاجة ورا ظهره، ومرة تانية يحس إن في كلام كان لازم يتقال وما اتقالش. الطاقة بتوضح إن الشخص ده مر بفترة كان فيها انعزال نسبي. انعزال نسبي. يعني ممكن يكون بعد شوية أو
في بعض الأوقات بعد عن الناس أو بقى هادي أكتر من الأول. مش بالضرورة تكون عزلة كاملة، لكن نوع من الهدوء اللي بيخليه يفكر مع نفسه شوية. الفترة دي بالنسبة له كانت أشبه بوقفة، وقفة مع نفسه، كأنه بيحاول يفهم هو كان حاسس بإيه فعلا وإيه اللي ضاع منه بعد الانفصال. وفي نفس الوقت واضح إن في حنين بيظهر عنده من وقت للتاني. الشخص ده حنين، الحنين ده مش بيكون دايم، لكن بيجي على فترات. ممكن في لحظات يفتكر المواقف الحلوة اللي كانت بينكم، ويحس إن العلاقة كان فيها طاقة مختلفة. اللحظات دي يا برج العقرب بتخليه يسأل نفسه، هل كان ممكن الأمور تمشي بطريقة تانية لو كان حصل تفاهم أكتر، أو لو حد فيكم كان صبر شوية؟ كمان الطاقة بتوضح إن الشخص ده بدأ يشوف العلاقة من زاوية أهدى دلوقتي، زاوية أهدى. يعني لو في وقت من الأوقات كان شايف المشاكل بس، فدلوقتي ممكن يبقى شايف الصورة كاملة، شايف الحلو والوحش. شايف الصورة كاملة، بيشوف الحلو والوحش مع بعض. وده اللي بيخليه أحيانا يحس بنوع من الندم على بعض التصرفات أو الكلمات اللي حصلت منه أو منك وقت الخلاف. لكن رغم التفكير ده كله يا برج العقرب، الحبيب أو الشريك مش بالضرورة يكون مستعد إنه يتحرك بسرعة. في تردد واضح، وقلته قبل ما أفرد الورق بتاعك، في تردد واضح في طاقته. ممكن يفكر في التواصل أو إنه يعرف أخبارك، لكن في نفس الوقت داخله خوف، خوف إن الأمور ما تمشيش زي هو ما بيتمنى، أو خوف إن الماضي يرجع بنفس المشاكل. ده اللي مخوفه. العلاقة دي كان فيها شقة ومشقة. الشخص ده بيمر بإعادة ترتيب لنفسه. يعني ممكن يكون مركز دلوقتي على شغله أو حياته الشخصية، أو حتى تطوير نفسه في حاجات معينة ممكن يكون دخلها جديد، بيطور نفسه. كأنه بيحاول يبني نوع من الاستقرار الداخلي قبل ما يفكر إنه ياخد خطوة كبيرة ناحية حياته العاطفية. الطاقة بتوضح كمان إن الشخص ده ساعات بيحاول يقنع نفسه إنه لازم يكون عملي أكتر في موضوع المشاعر. يعني يحاول يفكر بعقله بدل قلبه. لكن عارف المشكلة فين؟ المشكلة إن الذكريات اللي كانت بينكم مش بتختفي بسهولة عنده. وده اللي بيخليه يرجع لنقطة التفكير مرة تانية. وباختصار يا برج العقرب، الشخص ده دلوقتي طاقته فيها تفكير عميق، حنين متقطع، وتردد واضح. والعلاقة بالنسبة له مش مجرد تجربة وخلاص، لكن حاجة سابت أثر جواه، حتى لو مش بيتكلم عن ده قدام حد، أو حتى لو حاول يظهر العكس. الطاقة بتوضح إن الجزء اللي كان بينكم لسه موجود في ذاكرته، وبيظهر من وقت للتاني، وهو بيحاول يفهم ايه بقى الخطوة اللي ممكن تيجي بعد كده. عفوا. طب ايه نواياه؟ لما نتكلم عن النوايا
هنلاقي ان الشخص ده مش قافل الباب بالكامل زي ما ممكن يكون ظاهر. مش قافل الباب بالكامل، بالعكس الطاقة بتوضح ان في نوايا لسه فيها تفكير ورجوع للماضي بشكل واضح، وكأن العلاقة دي بالنسبة له لسه ما اتحطتش في نقطة النهاية الحقيقية من جواه، لسه ما انتهتش. الشخص ده واضح انه مر بمرحلة كان فيها نوع من العناد او الاصرار انه يمشي في طريقه من غير ما يبص وراه. كان في عناد عنده واصرار ان هو يمشي وما يبصش وراه. ممكن يكون وقت الانفصال كان شايف ان ده القرار الصح، او انه كان متضايق من حاجات حصلت بينكم انتم الاتنين، لكن مع الوقت ومع هدوء المشاعر بدأ يشوف الصورة بطريقة اهدى شوية. النية عنده مش مستقرة، فيها تردد، مش مستقرة في اتجاه واحد. يعني ساعات يحس انه ممكن يكون في فرصة ان العلاقة تتفتح من جديد، وساعات تانية يحاول يقنع نفسه ان كل واحد لازم يكمل حياته بعيد عن التاني. التذبذب ده بقى بيجي لانه لسه جواه مشاعر، لكن في نفس الوقت خايف يرجع لنفس الدايرة القديمة. في كمان حاجة واضحة معايا في الطاقة، وهي ان الشخص ده بيراقب من بعيد يا عقرب. ممكن ما يكونش بيتواصل بشكل مباشر، لكن في فضول عنده انه يعرف اخبارك او يعرف انت عامل ايه دلوقتي. الشخص ده لسه ليه مكانة في حياتك حتى لو العلاقة انتهت بشكل رسمي. انت كمان النوايا كمان بتوضح عن رغبة جواه انه يصلح حاجات كانت غلط، او يمكن حاسس ان الوقت مش مناسب دلوقتي. لكن الفكرة بقى نفسها موجودة في عقله، فكرة الرجوع، فكرة ان العلاقة كان ممكن يكون لها شكل تاني لو كان في تفاهم اكتر، او حد فيكم كان هادي وقت المشاكل. ما انا ما قلتش المشكلة، المشاكل اللي حصلت. الشخص ده حذر لانه من النوع اللي مش بيرجع او يجري بسرعة او يعمل خطوة كبيرة من غير ما يفكر. هو بيحسب كل حاجة كويس قبل ما يتحرك يا برج العقرب، وده ممكن يخليه يتأخر في اتخاذ القرار، قرار الرجوع. لكن لما بيقرر يتحرك بيكون مقتنع بالخطوة اللي هو هيعملها، لأن في جزء جواه لسه متعلق بالإحساس اللي كان بينكم. انتوا كان بينكم إحساس قوي. أنا عارف إن الدنيا بايظة دلوقتي من جميع النواحي، بس في إحساس قوي باللي كان بينكم. يمكن مش قادر يعوضه بسهولة في علاقة تانية، أو يمكن بيقارن أي حد جديد بالعلاقة القديمة، وده اللي بيخليه أحيانا يرجع يفكر فيك حتى لو حاول يبعد نفسه عن الفكرة دي. لكن لازم نقول إيه بقى؟ نقول إن النوايا هنا فيها عامل مهم، وهو الوقت. الشخص ده محتاج وقت يفهم نفسه أكتر ويحدد هو عايز إيه بالظبط. ممكن يكون بيمر بمرحلة بيعيد فيها ترتيب أولوياته، أو بيحاول يثبت نفسه في حاجة تانية في حياته قبل ما يفكر يرجع يدخل في علاقة جديدة معاك. واللي واضح من الطاقة إن الباب عنده مش مقفول، لكن كمان مش مفتوح بالكامل. هو واقف في النص شوية شوية، يفكر، يراجع، يراقب، ويمكن تجيله لحظة يحس فيها إنه لازم يتكلم أو يوضح حاجات كانت ساكتة، وممكن يفضل
فترة أطول يفكر قبل ما يعمل الخطوة دي. باختصار يا عقرب، نوايا حبيبك فيها تردد وتفكير في الرجوع ورغبة في فهم الماضي بشكل أعمق. العلاقة بالنسبة له ما انتهتش جواه بشكل كامل، لكنه لسه بيحاول يقرر إذا كان الأفضل إنه يرجع يحاول مرة تانية، ولا يسيب الذكريات تفضل مجرد جزء من الماضي. تمام. طب نشوف الشخص ده بيقولك إيه في رسالة عاطفية. بيقولك: محتاج أكلمك بس مش عارف إيه الكلام المناسب دلوقتي، متردد. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج العقرب. أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.